مساء الخير عليكم جميعا، يا رب تكونوا كلكم بخير وفي صحة وأحسن حال. كل سنة وانتم طيبين. إن شاء الله النهاردة هشارك معاكم منيو الأسبوع التاني لرمضان. طبعا عملنا منيو الأسبوع الأول، ووعدتكم إننا إن شاء الله كل أسبوع لرمضان هنعمل منيو جديد بأفكار كده اقتصادية إن شاء الله، وتكون موفرة ويعني على قد إيدينا بإذن الله. فيلا كده إن شاء الله نسمي الله ونصلي على رسول، وتابعوا معايا الفيديو للآخر، لأن أنا هقول لكم كمان طرق الحاجات اللي احنا عملناها ديت ان شاء الله بطريقه بسيطه كده وسهله تقدروا ان انتوا تنفذوها. فيلا بينا كده نبدأ مع بعض ونشوف معانا المنيو. أول يوم هيبقى عرق اللحمة الكداب دوت بنص كيلو بس من اللحمة المفرومة. تقدري تعمليه وهقول لكم طريقته في آخر الفيديو إن شاء الله. طريقته بسيطة وسهلة جدا. ممكن تعملي معاه رز مبهر وسلطة خضراء وشيبسي، أو ممكن تعملوه كمان بالمكرونة. أنا ولادي بيحبوه جدا مع المكرونة. فبيبقى يعني حلو جدا وبيعمل لك سيرفيس حلو قوي. يعني لو عازمة حد أو كده بيبقى طبق حلو جدا. بالنسبة لليوم التاني ممكن نعمل فيه كبد وقوانص. لو انتوا مثلا أسرة صغيرة ممكن تجيبي نص كيلو كده من الكبد والقوانص وتعمليها مع شوية مكرونة محمرة، أو ممكن تعمليها مع رز بشعرية أو رز أصفر وطبق سلطة. بالنسبة لليوم التالت هنعمل بقى كفتة الرز بالفراخ دي اللي تحفة بجد يا بنات. انا من ساعة ما جربتها وانا ما ببطلش اعمل كفتة الرز بالفراخ دي. موفرة وبترمي معاكي كمية حلوة جدا، ويعني اقتصادية. ربع كيلو بس من البانيه وبتقدري تعملي بيه كفتة الرز دي. وطبعا هشرحها لكم في اخر الفيديو بالظبط انا عملت ايه. اللي لسه ما جربهاش بجد جربوها، هتبقى حلوه جدا. معاها طبعا رز بشعريه وسلطه خضراء واي نوع مخلل بقى انت تكوني عاملاه. بالنسبة لليوم الرابع بقى هنعمل بقى يا كريب او سندوتشات شاورما سوري. واليوم ده بيبقى حلو جدا لان الولاد عندي بيحبوا قوي الحاجات دي. فبيبقى يوم خفيف كده وما بيبقاش فيه مجهود كتير. بيبقى سندوتشات شاورما سوري كده ومعاها شوية بطاطس محمرة، وتقدري تعملي بقى ايه تومية. عملتها معاكم قبل كده، وكاتشب او مايونيز او الحاجات ديت يعني وكده، وبيبقى يوم حلو جدا. اليوم الخامس هنعمل فيه بقى صينية بطاطس باللحمة او بالفراخ. معاها بقى رز معمر. لو بتعرفي تعملي الرز المعمر ده يبقى حلو جدا معاها. ما بتعرفيش تعمليه او يعني مش بيظبط معاكي، ممكن تعملي شوية رز كده بشعرية او رز ابيض عادي، ومعاه طبق سلطه وشوربه شعريه او لسان عصفور ومخلل وعيش طبعا علشان خاطر ايه البطاطس. تمام، ده بالنسبه لليوم الخامس. بالنسبه لليوم السادس ممكن نعمل بقى بنص كيلو لحمه مفرومه. ممكن نعمل سيرفيس حلو قوي من البفتيك الكداب، وده انا عملته معاكم فيديو كان حلو جدا جدا، وناس كتيره قوي جربته وعجبهم قوي، لانه ما شاء الله بجد يعني وصفة موفرة جدا. بتعمل معاكي كمية حلوة قوي، وكمان بيبقى طعمها حلو جدا. واحنا مش بنضيف اي حاجة خالص للحمة المفرومة. يعني هو اللحمة المفرومة بس طريقة تحضيرها هي اللي بتفرق شوية في ان انت يبقى عندك يعمل معاكي كمية كبيرة. طبعا تقدري تعملي معاه برضو مكرونة او شوية رز. تمام، او ممكن تعمليه على فكرة في سندوتشات كده معاه بقى مخلل وسلطة، فبيبقى برضو حلو جدا. بالنسبة بقى لاخر يوم في المنيو بتاعنا هيبقى محشي من غير لا لحمة ولا فراخ ولا اي حاجة خالص. ممكن نعمل بقى يعني جنبه كده طبق سلطة كبير وشيبسي، وممكن نعمل سمبوسة بالجبن، او شوربة خضار او شوربة لسان عصفور. هو المحشي لوحده كده ايه بيبقى حلو جدا. طبعا لو مفرزه كرنب هتطلعيه وتجيبي مثلا ربع ورق عنب او نص ورق عنب و بتنجان. اي نوع محشي بقى انت بتحبيه تقدري تعمليه من غير لحمه او فراخ، وبيبقى برضو حلو قوي. لو مفرزه شوربه هيبقى الموضوع بالنسبه لك سهل جدا. مش عامله شوربه تقدري تعمليها بقى تحطي كده في حله ميه سخنه، وعليهم مكعبين كده من المرق والبهارات بتاعتك ومعلقتين من الصلصه، وبتبقى حلوه جدا. ده عرق اللحمه اللي انا بقول لكم عليه. بصوا ما شاء الله بيعمل معاكم كميه حلوه جدا. وزي ما قلت لكم ما بنضيفش اي حاجه خالص عليه يغير طعمه. بنفرم البصلايه الاول في الكبه وعليها اللحمه المفرومه وشويه البهارات، كيس تلاجة كده يعني تحطيه تفتحيه وتحطي اللحمه المفرومه بتاعتك، وتقدري تحشيها اي خضار او جبنه موتزاريلا او اي حاجه انت حباها، وتلفي رول وتحطيه في صينيه كده وتلفيه في ورق فويل. حطي صينيه كده فيها شويه ميه ودخليه الفرن، ولما يبرد بتقطعيه وبيبقى حلو جدا.
ده دي الكبد والقوانص، نص كيلو كبد وقوانص قطعتها صغنن جدا، وشوحت بصلايه كبيره كده ومعاها القوانص شوحتها كويس جدا، وبعدين نزلت عليهم بالكبده ومعاها الفلفل والطماطم، وبيبقى برضو وجبه جميله جدا. دي بقى كفته الرز اللي انا بقول لكم عليها. من بالليل غسلت كوبايه واحده بس من الرز وصفتها كويس ونشفتها كده زي ما انتم شايفين كده على طبق، وبعد ما نشفت تاني يوم ابتديت ان انا اطحنها في المطحنه بتاعت البهارات بتاعت الخلاط دي. هنطحن الرز كويس جدا. طبعا لو عندك دقيق رز هيبقى حلو قوي، بس انا قلت بقى بما انها وصفه توفير فكله هنعمله كده من البيت، مش هنشتري حاجه. جبت الكبه عندي، حطيت فيها بصلايه وكام فص توم مفرومين مع فلفل، انا عاملاهم عندي، والخضره هضربهم كويس جدا مع بعض مع ملح وكمون وكزبره. هضربهم الاول كويس قبل ما انزل بالفراخ بتاعتي. تمام، يبقى بصل توم خضره كأنك هتعملي كفتة رز باللحمة، بس دي هنعملها بقى بالفراخ. وصفة موفرة جدا لو عندك صدر واحد بس. بصوا انا يعني كنت مسرعة فما وريتلكوش، دي كان صدر واحد بس من الفرخة، كنت شايلاه يعني حوالي ربع كيلو بس كده من البانيه، 3 قطع او 4 قطع كده من البانيه. واعملي الوصفة دي بجد تحفة. فرمتهم كويس جدا مع بعض الفراخ مع الخضار، وهبتدي بقى انزل الرز اللي انا طحنته كويس جدا. لازم يتطحن كويس قوي علشان تبقى الكفته بتاعتك ناعمه كده ومتبقاش محببه وتنشف منك. تمام، هنضربهم كويس جدا في الكبه لحد ما تنعم معايا قوي وتتشكل معايا كده، تلمسيها تبقى ناعمه معاكي وكل الخليط امتزج كله كده ببعضه زي ما انتم شايفين. بصوا تبقى عامله ازاي، حلوه جدا. هنبتدي بقى ان احنا ايه، اهم حاجه تعجنيها كويس جدا جدا مع بعض، إيه يعني تعجنيهم كويس جدا مع بعض في الكبه. وده شكلها بعد ما عجنتها. بصوا ما شاء الله هتعمل معاكم كميه حلوه قوي. هصبعها بقى. ده الكميه اللي طلعت معايا اهيت. صبعتها كلها زي ما انتم شايفين. جبت بوله كده فيها شويه زيت، وابتديت ان انا بايدي كده ايه اصبع الكفته، وهبتدي بقى ايه احمرها واعمل الصلصه بتاعتها واشتغل عادي جدا كانك بتعملي كفته رز باللحمه بالظبط. هي نفس الخطوات، بس بدل ما بنحط لحمه مفرومه بنحط الفراخ. تمام، حمرتها اهي. وقطعت كمان بطاطسايه كبيره. عملت الصلصه عادي جدا بالبصل، دبلت البصل وحطيت الصلصه بتاعتي وملح وفلفل، وابتديت احط الكفته، وبعدين خدت غلوه حطيت البطاطس وزودتها شويه ميه سخنين، وسبتها بقى لحد ما استوت وبقت قمر وحلوه جدا. بصوا ما شاء الله بتعمل معاكم كميه. عايزه اقول لكم ان هي عملت معايا 4 اطباق. في طبق تاني يعني غير دوت. بتعمل معاكم كمية حلوة جدا، وجنبها شوية رز كده بشعرية، طبق سلطة، وبتنجان القمر دوت انا برضو كنت عاملاه. فبتبقى وجبة جميلة 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 جدا بجد. اللي لسه ما جربهاش لازم تجربوها، ان شاء الله هتعجبكم قوي. الوجبه اللي بعد كده بقى، بصوا يعني مش قادره اقول لكم الولاد بيبقوا مزقططين ازاي لما بعمل لهم سندوتشات الشاورما دي. طبعا كلنا عارفين بقى بوكس الشاورما بره بيتباع بكام. بصوا انا عملت كل الهيلمان ده بكيلو الا ربع من البانيه. قطعته تقطيعة الشاورما وتبلتها طبعا من بالليل زبادي وكيس الخلطة بتاعت الشاورما وملح، ولو عندك سماق بتبقى حلوة جدا. وزودت شوية فلفل اسمر، شوية كزبرة، وعصير ليمون، وسبتها في التتبيلة. وتاني يوم شوحتهم كده مع بعض بشوية زيت صغيرين. عملت تومية حارة، طريقة التومية العادية جدا، وحطيت عليها شوية شطة، او ممكن يعني لو عندك اي صوص حراق كده تحطيها عليها، ومخلل. وحمرت بقى جنبها شوية بطاطس. العيش السوري دوت انا جايباه بصراحة مش عاملاه في البيت. بجيب الكيلو كده ب30 جنيه. فبيبقى حلو جدا بصراحة. وبيبقى كبير يعني. انا مش يعني لو عملته في البيت مش هعمله كبير زي ما بنشتريه كده من بره. فبصراحة يعني ايه بريح نفسي وبجيبه. بصوا ما شاء الله عمل معايا كمية حلوة جدا. يعني انا ما كملتش طبعا الكيلو كله من العيش السوري دوت، وكانت وجبة جميلة جدا. الوجبة اللي بعد كده عملت صينية بطاطس بقى بالفراخ دي. عملت تتبيلة الفراخ المشوية.
تمام. وقطعت بطاطس من تحتها، ما حطيتش طماطم ولا اي حاجه، هي الفراخ بتنزل الصوص بتاعها او التتبيله بتاعتها على البطاطس، فبيبقى طعمها حلو قوي. شويه رز ابيض وطبق سلطه وسلطه طحينه، وكان عندي طبق رز اصفر من امبارح فسخنته. ده بقى البفتيك الكداب اللي انا كنت بقول لكم عليه. بجد يا بنات والله العظيم، ده السيرفيس ده كله كان من نص كيلو بس من لحمه مفرومه. وتقدروا تشوفوا بقى الفيديو كامل. اعمليه بقى مع مكرونه او رز او في الكايزر كده بيبقى حلو جدا. ده اخر يوم بقى المحشي زي ما قلت لكم بقى، كرنب ورق عنب اللي انتوا حابينه اعملوه معاه طبق ملوخيه كده وشويه سلطه، وبيبقى يوم حلو جدا. ده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم وتكونوا اخدتوا كده منه افكار. ما تنسوش تحطوا لايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.